حيرتونا معاكم. الكوبلت بتاعي لما بيبوظ بروح للميكانيكي ولا العفشجي ولا بتاع الكبالن؟ وليه بتاع الكبالن؟ السؤال ده هيجاوبه ملك الكبالن. المشكله طبعا دي بتقابل الكل. لو انت هتروح تجيب كبالن كامله اصلي، كبالن كامله استيراد ومتاكد ان هو بتاع عربيتك، روح ركبه عند اي حد. لكن طالما هتجزأ الموضوع، هتغير راس كوبلن داخلي او خارجي، مجرد ما يطلع من الكرتونه كده هيعرف ان هي بتاعت العربيه ولا مش بتاعت العربيه. هيفيدك هل اصليه ولا مش اصليه، هل كويسه ولا مش كويسه. الميكانيكا او العفشاجي ممكن يطلع ويشحم ويجي يقفل ما يشتغلش معاها الكوبلن. انت هنا خسرت الكوبلن. هتروح له هيديك ضمان على قطعه الشغل، هيعرض عليك الموجود استيراد او جديد اللي هيلاقي من العربيه عندك. بدل ما مثلا انت ممكن، معلش انا اسف، ممكن كمان عندك بالطاقه رحت عند بتاع عفشاجي او ميكانيكي، اول حاجه يقول لك هات لي جوز كمان وتعالى. لكن ممكن تروح بتاع الكبان يقول لك الخارجي بس الشمال اللي بايظ او الداخلي بس اليمين اللي بايظ. يبقى انت هنا وفرت، حتى لو تدفع فلوس اعلى نسبيا، بس هنا انت وفرت. بدل ما تغير قطعتين فيهم قطعه شديده وسليمه وكويسه، لا غيرت قطعه واحده اللي بايظه معايا. احنا دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، لا لازم اغير الحته الثالثه. في غنى عن انا مثلا اغير 2 كوبل من عندي كوبل واحد بس بايظ. بتاع الكبان هينصحك، هيقول لك هتركب ايه ما تركبش ايه. هيقدر يوفر لك لو الكوبلينين انت جاي تغير كوبلينين داخلي مثلا وفيهم واحد سليم، هيقول لك لا غير واحد بس، ده الصح. لكن ممكن عفشاجي والميكانيكي عشان يقطع الفرد بتاع الشغلانه بيقول لك روح جيب لي مثلا 2 داخلي او 2 خارجي، ويروح مغيرينهم وحاطط الاثنين. انت ممكن يكون الكوبل فيهم سليم خسرته.